السلام عليكم. كيف حالكم؟ جمعة مبارك إن شاء الله. اليوم إن شاء الله بدي أعمل معاكم مدفون الدجاج. تمام. أول شيء راح نبلش بالدجاج. طبعا خلطة الدجاج موجودة على قناتي على اليوتيوب، أنا عملتها معاكم فيها بالهاي المرة، اللي هي خلطة الدجاج التركي، نفس الإشي يعني. واللي ما بيعرفها يكتب لي، بكتب لي إياها بالتعليقات. أول إشي راح نحط الدجاج بالصينية. راح أحط وراح أرجع لكم. هسه الخطوة الثانية، بعد ما نضيف الدجاج، تمام، وما تشوفوا المي مش كثير، لأنه لما تحط الرز، لما نحط الرز ما راح يكون، بس بدنا نحط دبس رمان عشان يعطينا حمر للدجاج. طبعا الدجاج بنات لما تحطوه بالصينية لازم تحطوه بهذا الشكل عشان أفرجيكم كيف، يعني ما تحطوه على وجهه هيك، لازم تخلوه هيك. تمام. هسه بعد ما حطينا الدجاج بالصينية، اول اشي راح نستخدم فليفله خضرة وحمرة وصفرة. انا حطيت من كل نوع حبة. تمام. راح احطهم على الدجاج. بعدين استخدمت بندورة ما في داعي تكثري، بكفي حبة لحبتين، انا هون مستخدمة حبتين وسط. واللي بيحب الحار بتقدري انك تزيدي حر عادي. طبعا هون بدي 3 رؤوس بصل. البصل ما في داعي تفرميه ناعم، تفرميه بهاي الطريقة شرائح يعني. هسه بدنا نعمل الرز. هسه بدي اعمل معكم الرز. تمام. الرز طبعا هون انا استخدمت رز حبة طويلة بس ما خلطته، 4 كاسات. بدي 4 كاسات مي، بحط عليهم شوية زيت نباتي وبنزل عليهم الرز. بنات لما تحطي الرز المي تكون نفس العيار، 4 كاسات يعني 5 كاسات حسب انت ما بتحطي، ما تزيدي عن كمية كاسات الرز كاسة زيادة، لانه بدنا ندخله لسه على الفرن، ما بدنا اياه يخفص. تمام. عشان ما يعجن يعني، كمان عشان مش فاهم. اول اشي بدي ازيد طبعا 3 حبات لومي، اعملي فيهم فتحات في السكينة هيك. البهارات اللي انا بدي احطها على الرز اللي هي ملح، وبدي كاري وماجي وكركم ورشة هيل بس. واخر اشي من 3 ل4 ورقات ورقار وبس. هسه راح نخلط الرز وراح نترك الرز ليغلى بالبهارات. تمام. بعدين راح نضيفه على الدجاج وندخل الصينية على الفرن. اول اشي بدنا نستنى، وزي ما حكيت لكم لا تنسوا الرز ما تزيدوا، نفس كمية كاسات الرز بتحطوا نفسها مي، لانه ما بدنا اياه يعجن. تمام. هسه بنات زي هيك، اول ما غلت المي، شايفين ليش انا حكيت لكم ما بدنا نزيد طبعا البخار. هسه الرز بدنا نحطه على الدجاج. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك استنى عشان اورجيكم. حطه فوق الدجاج. هسه راح احط الكمية وارجع لكم. هسه هيك تطلعوا. بعد ما حطيت الرز بدي اسكر عليها في غزدير، وبدي ادخلها على الفرن لمدة 1.5 ساعة. تمام. بس تخلص بفرجيكم النتيجة. هسه بدي اعمل معاكم السلطة الباردة او الدقوس يعني. انا هون طبعا بدي استخدم فلفل احمر، عشان هيك بس بدي احط واحد لانه كثير حر الاحمر الناشف. عفوا. بدي 1 فلفل، وبدي 3 اسنان ثومة. البندورة انا بس بدي استخدم 4 حبات، اذا انت بدك تحطي زيادة بتقدري انك تزيدي من المكونات عادي زي ما بدك. وشوية نعناع اخضر. راح افرمهم وارجع لكم. انا لما اعملها اللهم صل على سيدنا محمد، لما تكون عندي البندورة طرية انا ما بزيد عليها مي، انا بدي قوامها زي هيك، يعني ما تكون كثير زي المي. هسه اللي بتحب انها مثلا تزيد عليها مية بندورة بالخلاط لما تنخلط عادي، بس انا ما بحب. بحب انا قوامها يكون هيك. وهيك بكون المدفون خلص. هسه اخر اشي نرش اللوز.
وبدنا كمان شوية بقدونس. وهيك بكون شكله. صحتين وألف عافية. وآخر إشي عن جد حابة أتشكركم، شكرا لكل حدا سأل عني وبعت لي مسج اطمن. الحمد لله أن اليوم أحسن. الله يسعدكم يا رب. لا تنسوني من الاشتراك واللايك واللايك والاشتراك بالقناة. الله يسعدكم يا رب، يعطيكم ألف عافية.